أهلا برج السرطان معايا. هنعمل قراية للمنفصلين لبرج السرطان، البرج الطيب الحنين، برج الحساس. هنعمل قراية للمنفصلين برج السرطان. هناخد طاقة السرطان وطاقة العلاقة وطاقة شريك السرطان أو الحبيب المبتعد المنفصل، الحبيب المبتعد أو الشريك المنفصل أو الشريك المبتعد اللي بيسمعونا دلوقتي، اللي عنده شريك منفصل أو حبيب مبتعد عنه، يحط النية بيستقبل إن هو يستقبل أي حاجة هو يكون مخه بيسأله عليها أو قلبه بيسأل فيها. يعني الأسئلة اللي جواكوا حطوا النية إن انتوا تستقبلوها دلوقتي إن شاء الله. القراية تفيدكم وتعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد، وتفعلوا الجرس ولايك. هناخد طاقة برج السرطان، هناخد طاقة السرطان، هناخد طاقة الشريك السرطان أو الحبيب المنفصل أو الشريك المنفصل. هناخد طاقة العلاقة، هناخد كمان مشاعرك اتجاه الشريك المنفصل يا سرطان. مشاعرك، مشاعر الشريك ليك. سرطان، انت بتحاول تبتدي بداية جديدة او بتحاول تشوف نفسك من تاني، بتدور على شيء جواك ان انت تظهر بيه او تطلع بيه لبداية جديدة منفردة. يعني انت عايز تعبت من علاقة فاتت كانت مدمراك، خلاص شلتي ايدك منها بوضوح كده، وخلاص انت هتبني نفسك وهتعمل نفسك تاني، وهتنتظر بتدور على حاجة تاني تملى حياتك او فراغك او تعوضك، دور على تعويض. بالنسبة لشريكك فهو واخد قرار، برضو بيدور برضو على حاجة يعني يظهر فيها نفسه، وهو كمان أخد قرار أو بيدور على قرار أو عنده بداية بيفكر فيها إن هو يعني برضو يشتغل أو يلهي نفسه، أو دماغه برضو مليانة تفكير وقرارات. هنشوف دلوقتي العلاقة ديت في الوقت الحالي متدمرة. العلاقة دي كانت زمان كويسة، كانت من قبل كده كانت كويسة، كان فيها حب وإبداع، وكان في تواصل ما بينكم، كان فيها طاقة حنان، كنت بتحسي بقى في الحنان والراحة والهدوء النفسي. حسيت ان انت لقيت شريك حياتك قبل كده ولقيته واتعلقت بيه وحبيته واطمنت له. آه، العلاقة دلوقتي بتدور، العلاقة في الوقت الحالي اتدمرت ما بينكم، يعني فيها بعد وفيها دمار وما فيهاش اي حاجة حلوة. وصلت معاكم ان انتوا خلاص ما بقيتوش حاسين بحاجة، بقيتوا متدمرين نفسيا، فيها تدمير ذاتي وتدمير نفسي.
بتحاول العلاقة دلوقتي دي بتحاول انها بتدور على نقطة بداية. انت بتدور على نقطة بداية وشريكك بيدور على نقطة بداية. انتوا الاتنين فعلا كنتوا متدمرين الفترة اللي فاتت، ومش شايفين خالص ان فيها رجوع. افكاركم السلبية هجمة عليكم، افكاركم السلبية ضغط عليكم. افكار السرطان وشريك السرطان انتوا الاتنين بتعانوا من نفس الحاجة. انتوا كان في بينكم شكوك وغيرة وكان في بينكم يعني كان في بينكم يعني تدمير. يعني كان في ايه اللي حصل ما بين كل ده كله؟ هو شايفك حاسس بيك. سرطان هو حاسس بيك، وحاسس ان انت مخنوق، وحاسس ان انت يعني عارف اللي هو متقيد شوية، مخنوق. هو حاسس كمان ان شعوره ناحيتك، مشاعره ناحيتك، ان هو ما بقاش قادر يديلك حاجة، مش عنده حاجة يديها لك في العلاقة دي يا سرطان. هو فعلا مل وزهق وحاسس بقلة حيلة. هو مش عنده حاجة يديها لك يا سرطان. هو حاسس ان هو ما بقاش عنده شغف اصلا للعلاقة. النفسية والمشاعر والحب والشغف وكله انهار. آه، هو عايز يبقى لوحده. يعني هو عايز يبعد. مشاعره يعني خلاص هو عايز يبعد ويسيبك يا سرطان. هو مش عارف، مش لاقي اي حاجة ترجعه تاني. مشاعرك انت شايف تغيير، انت مبسوط، انت حاسس ان انت لقيت نفسك لما بعدت عن العلاقة دي. حاسس ان انت ابتديت تشم نفسك. حاسس بقيت ان انت لقيت حاجات حلوة ظهرت لك بمجرد انك بعدت عن العلاقة دي. حاسس ان الحياة ابتدت تتغير ويبقى فيها تغيرات حلوة. كمان حاسس ان انت بقيت عندك اكتر من شيء بتحبه. بقيت عندك حاجات مهمة في حياتك. بقيت عندك حاجات آه بتدير نفسك بطريقة حلوة. بقيت عندك حاجات حلوة في حياتك ظهرت لك جديدة. بقيت حاسس انك بتمتلك آه شيء من السعادة او شيء من اشياء تانية. انت بقيت تمتلك اشياء تانية اصلا تبسطك. لقيت نفسك، حسيت ذاتك. حسيت ان انت تقدر تسعد نفسك باكتر من طريقة. حاسس ان انت منطلق، وانت لاقي الدنيا كلها في ايدك. قد ايه العلاقة دي كانت مدمراك وانت كانت سحبة طاقتك. العلاقة دي كان فيها سحب طاقة رهيب، كان فيها سحب طاقة جامد. إيه انت يعني هو شايفك، يعني ان انت لسه في حالة آه شايفك لسه رقيق. آه شايف فيك حاجات حلوة او شايف ان انت هو شايف ان انت لسه عندك حاجات حلوة ممكن تعملها. او شايف ان هو نفسه يجيلك تاني او نفسه يتواصل بيك، لكن الطرق كلها مقفولة. طيب خلينا ناخد توضيح اكتر علشان نفهم اكتر. سرطان، سرطان حبيبك يعني هيموت عليك بمعنى الكلمة. بيغرق نفسه في الشغل وفي الحياة وفي العمل علشان ينساك. هو انا مش فاهمة ازاي ده، وازاي ليه، وليه
هو ليه فقد الشغف. هو فقد الشغف لانك انت نسيته. انت انت قطعت العلاقة وسبته ولقيت نفسك ونسيته خالص. لا، هو كان مدمرك وكان ساحب طاقتك. هي علاقة سحب طاقة، لكنه هو مش عارف ينساك برضه، رغم ان هو مبقاش عنده حاجة يديها لك ولا بقى عارف يرجعك ازاي. لكنه هو خلاص يعني مش عارف يعمل ايه. هو مش عارف ينساك. هو مش عارف ينساك. طيب سرطان، هو شايف نفسه ازاي دلوقتي؟ هو شايف نفسه ان هو شايف نفسه ان هو ظلم وما كانش المفروض يحصل فيه كده، وشايف ان هو كان قوي في العلاقة دي، وكان يعني بيتعامل بعقله وكان كويس، كان ما كانش حتى بيفكر بمشاعره اكتر من بيفكر بعقله، وكان كويس. بس شايف نفسه انه اتهجر، شايف نفسه انه اتساب. انت سبته وهجرته ونسيته. انت العلاقة دي سحبت طاقتك لدرجة ان انت بعدت عنه ولغيته من حياتك، نهيته من حياتك. لكنه شايفك آه لكنه شايفك او حاسس ان انت ممكن يكون لسه في شوية افكار او شوية مشاعر، بس الطرق كلها مقفولة انك انت ترجع له تاني او تكلمه تاني او تفكر فيه تاني. طيب هنسأل سؤال تاني. مين السبب في تدمير رئيس العراق؟ بص يا سرطان، هو انت واخد قرار وماشي عليه، قرار من مخك ومن عقلك وماشي عليه. القرار بيقول اني انا هركز في حياتي، هركز في التغيير، هركز بوضوح في افكاري اللي جايه. انا هركز على حياتي. انا هنتبه جدا لتطوري النفسي والذاتي، وانا مش هفكر فيه تاني، لانه كان شخص حرفيا بيسحب طاقة السرطان. بيسحب طاقة السرطان، والسرطان روحاني وحساس. فبسهولة جدا اكتر حد بيتسرق طاقته بسهولة السرطان. طيب العلاقة دي هل فيها رجوع؟ هل في رجوع في العلاقة دي؟ آه العلاقة دي فيها تعلق من الطرف الآخر، اللي هو المنفصل، الشريك المنفصل أو الحبيب المبتعد. العلاقة دي فيها تعلق. العلاقة دي كانت مبنية أصلا على التعلق، ومكانتش علاقة، هي ما كانتش فيها حب. يعني غالبا العلاقة دي كانت حب من شريك، من الطرف المنفصل عن السرطان أكتر. يعني السرطان ما كانش فيها حاسس فيها بحب، هي مجرد تعلق. علاقة يعني مش علاقة حب قوي بالنسبة للسرطان، هي كانت علاقة احتياج. آه هل في رجوع؟ لا، في غموض، مفيش رجوع. في تغيير وتحول للسرطان، تحول جامد. هو اصلا مش هيفكر يرجع، على الاقل دلوقتي في الوقت الحالي اللي احنا فيه. منتبه لنفسه ومنتبه لحياته ومركز مع نفسه ومع مهاراته
وقوي وفي قوة وازدهار ونجاح، وشايف ان هو مش شايف ان هو منه رجوع. لكن الطرف الاخر في غموض و... وغرقان في مشاعره، ومش شايف ان دي علاقة كانت غير متكافئة اصلا. ما هي اللي علاقة احتياج وعلاقة سحب طاقة وعلاقة حب اصلا من طرف واحد، من طرف اللي هو الشريك السرطان. لكن السرطان بالنسبة له ما كانتش علاقة قوية، ما كانتش اصلا علاقة حب، هي احتياج، مجرد تعلق للاحتياج مش اكتر. بص، العلاقة دي بتقول لقد بدأت أفهم علاقتنا. العلاقة دي ابتدت تتفهم دلوقتي هي كانت ايه ورايحة فين وكانت اتجاهاتها ايه. العلاقة دي ما كانتش مفهومة أصلا، كانت بتلف وتدور حوالين بعضها ما بين احتياج وتعلق. احتياج وتعلق عمرهم ما هيكونوا حب، ما كانتش حقيقية، كانت مجرد احتياجات مش أكتر ما بين اتنين. لكن هي مش من الواضح خالص ان فيها رجوع دلوقتي، على الأقل في الفترة اللي احنا موجودين فيها دي. لكن حبيب السرطان لسه اللي كان منفصل المبتعد لسه بيحاول يشغل نفسه عشان خاطر ينساه. لكن السرطان برضو في نفس الوقت السرطان نفسه مش بيفكر خالص ان هو يرجع، وشايف انها كانت سحب طاقة وكانت علاقة غير متكافئة وكانت مجرد احتياج. ويا رب تكون القراية عجبتكم، وانا مبسوطة جدا من قراية برج السرطان. وإن عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد في القرايات الطاقية. وشكرا.